السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ساهم الوضع السائد في الاتحاد الفرنسي وملف الضغط على اللاعبين للإفطار في تغيير رؤى مجموعة من مزدوجي الجنسية، وبات في شبه المؤكد أن يحمل قميص المنتخب المغربي نجمان بارزان في الاستحقاقات القارية القادمة. ودخل الناخب الوطني وليد ركراكي في مفاوضات جادة مع النجمين أمين عدلي وإلياس بن صغير لإقناعهما باللعب للمنتخب المغربي. وحسب معلومات حصرية فإن اللاعبين وافقا على اللعب للمنتخب المغربي، لكن وفق شروط محددة فرضتها التزامات دولية. ولن يكون بإمكان وليد ركراكي استدعاء أمين عدلي وبن صغير لتجمع يونيو القادم استجابة لمطالب اللاعبين الناشطين في كل من الدوري الفرنسي والألماني. شكرا على حسن